الجهاز العضلي في الإنسان. يتكون الجهاز العضلي في الإنسان من أكثر من 620 عضلة تساعد الإنسان على الحركة والانتقال من مكان لآخر واستمرار حركة الدم في الأوعية الدموية، وأيضا الحفاظ على وضع الجسم منتصبا، وذلك بفضل عضلات الرقبة والجذع والأطراف السفلية. توجد 3 أنواع من العضلات: عضلات هيكلية، وعضلات قلبية، وعضلات ملساء، مثل العضلات الموجودة في جدار الأوعية الدموية. تتركب العضلة الهيكلية من الحزم العضلية، كل حزمة تتألف من عدد كبير من خيوط رفيعة متماسكة مع بعضها تسمى الألياف العضلية، وتحاط الحزمة العضلية بغشاء يعرف بغشاء الحزمة. كل ليفة عضلية تتكون من الساركوبلازم، وهو سيتوبلازم الخلية العضلية، والذي يحاط بغشاء الساركوليما، كما تحتوي على مجموعة من اللوليفات يصل عددها ما بين 1000 إلى 2000 لوليفة. وتحتوي الليفة العضلية أيضا على عدد كبير من الأنوية. تتكون كل ليفة عضلية من مجموعة من الأقراص المضيئة يرمز لها بالحرف I، يقطعها في منتصفها خط داكن يرمز له بالرمز Z، والمسافة بين كل خطين Z يطلق عليها القطعة العضلية. يوجد في منتصف كل قطعة عضلية أقراص داكنة أو قاتمة يرمز لها بالرمز A، وتتوسط المنطقة الداكنة منطقة شبه مضيئة يرمز لها بالحرف H. تتكون المناطق شبه المضيئة من خيوط بروتينية سميكة تسمى الميوسين، بينما تتكون المناطق المضيئة من خيوط بروتينية رفيعة تسمى الأكتين. أما المناطق الداكنة فتتكون من خيوط الأكتين والميوسين معا.